مرحبا بكم في فيديو جديد. أصدر القضاء المغربي أحكاما بالحبس لفترات تتراوح ما بين 3 أشهر وعاما كاملا بحق 18 مشجع سنغاليا موقوفين في المملكة على خلفية أعمال الشغب شهدها نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم في يناير بحسب ما أفاد مراسل فرانس بريس الخميس. وحكم المتهمون بتهمة الشغب وهي تشمل أعمال عنف لا سيما ضد قوات الأمن وإتلاف معدات رياضية واقتحام أرضية الملعب وإلقاء المقذوفات. وسبق لهؤلاء النفور ارتكاب أي مخالفات خلال المباراة التي اتسمت بالفوضى وانتهت بفوز منتخب بلادهم 1-0 بعد تمديد الوقت الأصلي. أشكركم على حسن المتابعة في فيديو قادم بإذن الله.